لو انت مهندس وبتفكر في الجرين كارد في امريكا وزهقت من انك تستنى كفيل او شركة تقدم عنك الطلب بتاعك، اسمعني كويس لاخر الفيديو ده. في فيزا اسمها EB2 NIW. NIW دي اختصار ل National Interest Waiver، يعني الاعفاء للمصلحة الوطنية الامريكية، وده بالظبط اللي هيخليك تقدر انك تقدم على الجرين كارد بنفسك، يعني سيلف بيتيشن، من غير ما تحتاج لشركة او لاي حد يقدم بالنيابة عنك. في الفيديو ده هشرح لك ايه هي بالظبط ال EB2 NIW، مين المهندسين اللي تنفع معاهم هذه الفيزا او هذا النوع من التأشيرة، وازاي تثبت انك بالفعل مؤهل، وايه هي الاخطاء اللي ممكن تخلي ملفك يترفض. خليك معايا لاخر الفيديو علشان خاطر تفهم الصورة كاملة، ولو حضرتك تعرف اي مهندس سواء من اصدقائك او من افراد الاسرة تقدر تبعت لهم الفيديو ده دلوقتي علشان الجميع يستفيد. النقطة الاولى او الجزء الاول، ايه هي بالظبط ال EB2 NIW او الناشونال انترست ويفر. الاول خليني اشرح لك ايه الفرق بين الطرق التقليدية وبين الناشونال انترست ويفر دي. العادي ان المهندس اللي عايز جرين كارد هنا في امريكا لازم يكون عنده شركه بتكفله، والنظام ده بيشتغل بنظام اسمه البيرم او PERM، يعني فيه لازم يكون عندك عرض عمل ثابت ومنصب محدد، وهيطلع بعد وقت طويل جدا ومجهود كبير قوي. اما النوع ده من التاشيره ال EB2 NIW ده بيشيل الاشتراطين دول خالص، انت مش محتاج عرض عمل ومش محتاج اجراءات العماله اللي تبع وزاره العمل الامريكيه. بدل ما USCIS او اللي هي اداره الهجره هنا في امريكا تسالك مين بيشغلك او هو مين عامل لك عرض العمل، هي بتسالك سؤال اهم: ايه اللي شغلتك دي ممكن تضيفه للولايات المتحده. وده بيخلي الموضوع انسب جدا جدا للمهندسين اللي بيشتغلوا على مثلا بروجكتس معينه او بروجكتس متنوعه، او المهندسين اللي موجودين في مجالات متغيره او بيعملوا ابتكار ومش مربوطين بشركه واحده معينه. طب النقطه الثانيه او السؤال الثاني، مين المهندسين اللي تنفع معاهم هذا النوع من التاشيره؟ تاشيره الاي بي 2 ان اي دبليو مش مقتصره على تخصص معين من المهندسين، بس في تخصصات بتبان كتير قوي في الملفات الناجحه، لان الشغل بيتماشى مع اولويات امريكا. اكتر المجالات اللي بتشتغل كويس في النوع ده من التاشيره اللي هي الاي بي 2 ان اي دبليو هم المهندسين اللي بيشتغلوا في تصنيع الرقائق الالكترونيه، وده بيتوافق مع القانون الامريكي اللي هو تشيبس. ومهندسين الذكاء الاصطناعي دلوقتي طبعا، او الماشين ليرنينج، خصوصا في الامن السيبراني والدفاع والصحه. كمان مهندسين السايبر سيكيورتي او حمايه البنيه التحتيه الحساسه، وكمان مهندسين الكهرباء وشبكات الطاقه، بالاضافه الى المهندسين اللي بيشتغلوا في مجالات الفضاء والطيران وانظمه الدفاع والملاحه، وكمان الهندسه الطبيه والكيميائيه اللي هي الاجهزه الطبيه والاجهزه بتاعه الادويه، وكمان الهندسه المدنيه والانشائيه اللي هي متانه البنيه التحتيه والسلامه العامه، وكمان هندسه البترول والطاقه زي مثلا تشغيل على انظمه توصيل الطاقه وتحسين العمليات بتاعتها، واخيرا وليس اخيرا الهندسه الزراعيه والبيئيه اللي هي الزراعه المستدامه والموارد المائيه، والهندسه الصناعيه وانظمه التصنيع وتحسين العمليات والاتمته. المهم مش بس حضرتك تكون في المجال ده، المهم اكتر انك تثبت ان شغلانتك دي ليها تاثير على المستوى العام في امريكا. انا عارف ان الكلام ده ممكن يبان كتير او مربك شويه، بس في الاخر كل الكلام ده نظري وليس له اي فايده بدون ما يكون في حد يساعدك تطبقه على وضعك او وضع حد قريب ليك. وانا متاكد جدا ان في ناس كتير قوي دلوقتي بتسالني انا تحديدا اعمل ايه. بص سريعا كده، لو حضرتك حاسس ان في حاجه ناقصاك، معلومه او خطوه او حد يشرح لك الامر بكل امانه، انا هنا عشان كده بالظبط. عاوز اقول لك ان انا بشتغل مع ناس كتير في نفس ظروفك دي تقريبا، والفرق دايما بيكون في التفاصيل الصغيره اللي محدش بيقول عليها. اللي حضرتك بتشوفه في الفيديو ده مش كل حاجه للاسف، في تفاصيل كتير بتتحكم في مسار الملف بتاعك كله. اكيد سؤالك مهم بالنسبه لك، حتى لو حضرتك حاسس ان هو سؤال صغير او حاجه بسيطه محتاجه توضيح، يعني نصيحتي بلاش تكتبه في الكومنتات، خصوصا لو كان فيها تفاصيل شخصيه. بقيت مؤخرا اقول دايما لا انصح بكتابه اي تفاصيل شخصيه عندي او عند اي حد خالص. في الرابط في وصف الفيديو تقدر تحجز مكالمه تعليميه معايا، نتكلم بالراحه، اشرح لك بالتفصيل، واحاول ان انا اساعدك انك تمشي في الطريق الصح او الاتجاه الصح من اول خطوه. نكمل الفيديو بتاعنا دلوقتي ونتكلم عن الجزء الثالث في هذا الفيديو، وهي شروط التاهل. علشان تقدم على هذه النوع من التاشيره الاي بي 2 ان اي دبليو لازم تعدي على خطوتين. الخطوه الاولى وهي انك تتاهل في تاشيره الاي بي 2 الاساسيه قبل ما اليو اس سي اي اس او اداره الهجره تبص على الناشونال انترست ويفر او اللي هو اعفاء المصلحه الوطنيه بتاعك. لازم تثبت اساسا انك مؤهل للاي بي 2، وده بيتم عن طريق من طريقتين. الطريق الاول الدرجه العلميه بتاعت حضرتك، وهي تكون ماجستير امريكي او ما يعادل انك حاصل على الماجستير هنا في امريكا، زائد 5 سنين خبره متصاعده في نفس المجال بتاعك. والطريق الثاني هو طريق القدره الاستثنائيه، يعني عند حضرتك خبره اكتر من 10 سنوات في نفس مجال عملك لو يعني مش حاصل على الماجستير. وبعد ما تثبت تاهلك لهذا النوع من التاشيره اللي هو الاي بي 2 او الجزء الاول من التاشيره، يعني الخطوه الثانيه هو انك لازم تركز على الان اي دبليو الناشونال انترست ويفر، وتركز على الثلاث ركائز اساسيه علشان خاطر تساتسفاي او ان انت تبقى مؤهل للجزء الثاني من الفيزا. وده يعتبر القلب بتاع التاشيره دي نفسه. اليو اس سي اي اس او اداره الهجره بتسال على 3
3 أسئلة أساسية. السؤال الأول، هل مشروعك ده أو الproposed endeavor بتاعك مهم لأمريكا؟ مهم لأمريكا كأمة؟ لازم تثبت إن شغلتك دي مش مجرد مفيدة لشركة معينة بعينها مثلًا، لكنها ليها تأثير أوسع على المصلحة الوطنية الأمريكية. أديك مثل سريع، مثلًا مهندس كهربا بيشتغل على استقرار الشبكة الكهربائية القومية، ده نموذج واضح جدًا جدًا للتأثير الوطني. السؤال التاني، هل أنت مؤهل تنفذ المشروع ده هنا في أمريكا؟ لازم طبعًا تبين إن أنت الشخص الصح في هذا المجال، وده تقدر تثبته يعني بإثباتات كتير جدًا، منها مثلًا إنك تقدم براءات الاختراع بتاعتك، الأبحاث المنشورة باسمك، الجوائز اللي أنت حصلت عليها، النتائج الموثوقة اللي أنت حصلت عليها من خلال ممارستك لهذا المشروع، خطابات توصية طبعًا من خبراء مستقلين في نفس المجال بتاعك وهكذا. والسؤال التالت، هل من مصلحة أمريكا إن هي تعفيك من شرط عرض الشغل ده اللي هو الoffer letter؟ وهنا بقى لازم إنك توضح إن ربطك بصاحب عمل واحد ممكن يضيّع فرصة وطنية أكبر على أمريكا كدولة، بمعنى إن شغلتك أو مجالك أكبر من إن أنت تشتغل فيها في شركة واحدة. خلّيني دلوقتي سريعًا أحكي لك على كام قصة نجاح حقيقية لملفات أنا اشتغلت عليها مع محامين أنا اشتغلت معاهم قبل كده في هذا النوع من التأشيرة. الحالة الأولى وهي كانت لمهندس بترول من بلغاريا، كان عنده أكتر من 7 سنين خبرة في مشاريع البنية التحتية للطاقة. بعد ما قدمنا الملف الUSCIS أو إدارة الهجرة طلبت أدلة إضافية اللي هو request for more evidence، وفي الرد على الrequest for more evidence ده أو في الرد على هذا طلب الأدلة الإضافية وضحنا إزاي أساليبه في إدارة المشاريع بتحسن كفاءة وسلامة البنية التحتية للطاقة في أمريكا. والحالة التانية اللي اشتغلت عليها مهندس زراعي من الإكوادور، طور نظام زراعة مائية بيستخدم مياه أقل ومغذيات أقل مع ضمان السلامة الغذائية. الملف بتاعه اتقبل لأن هو وضح إن الطريقة دي قابلة للتطبيق على مستوى واسع، وإن هي قادرة إن هي تقوي منظومة الأمن الغذائي الأمريكي. والحالة الثالثة كانت لمهندس مدني مكسيكي عنده خبرة أكتر من 30 سنة في جودة البنية التحتية وإدارة المخاطر. الفكرة الذكية في الملف ده إن هو ما تقدمش بس كمهندس بيشتغل على بروجيكتس، اتقدمت كخبير بيحسن متانة البنية التحتية الحيوية على المستوى الوطني. فاهم المغزى من الموضوع؟ فاهم إزاي ترتيب الكلام ممكن يفرق في قبول الطلب أو رفضه؟ الدرس هنا إن الصياغة والتقطير القانوني بيفرقوا فرق ضخم جدا في الملفات. ومع ذلك في برضه ملفات من هذا النوع من التأشيرة ال EB2 NIW لسه بتترفض، وهقول لك دلوقتي ليه بعض الملفات بتترفض. لازم تخليك واعي من الأخطاء دي. أولا التعريف الفضفاض للمشروع، لو قلت مثلا أنا مهندس وهندسة وبتفيد الاقتصاد ده مش كفاية لإدارة الهجرة. الUSCIS عايز تفاصيل. تاني نقطة الاعتماد بس على خطابات التوصية من مديرين مباشرين اشتغلوا معاك. الخطابات بتاعة التوصية أو recommendation letters لازم تكون من خبراء مستقلين، وده بيخليها تاخد وزن أكبر بكتير قوي عند إدارة الهجرة هنا. والنقطة اللي بعد كده عدم إثبات التأثير الوطني على أمريكا. لو أنت أقوى واحد في العالم في مجالك والملف بتاعك مش بيبين إزاي الشغل ده بيأثر على مستوى أمريكا كبلد، مش مجرد مؤسسة أو مشروع معين، هيجيلك طلب أدلة إضافية أو request for more evidence، أو ممكن الطلب بتاعك أو التأشيرة بتاعتك تترفض. فلازم دايما تأكد في الطلب بتاعك على إثبات إن الشغل بتاعك ده ليه تأثير وطني على أمريكا كدولة. ولو حضرتك مهندس ومش مؤهل للكلام اللي أنا قلته ده كله، خلينا أديك دلوقتي شوية بدائل سريعة كمقارنة بين ال EB2 NIW وبعض الفيز الأخرى. في مقارنة سريعة بين البدائل بنلاقي ال EB2 NIW متوافقة شوية مع نوع تاني من الفيزا اسمه ال EB1A. الاتنين دول بيدوك فرصة للتقديم بنفسك من غير ما تحتاج صاحب عمل، وكمان الاتنين دول بيؤدوا في النهاية إنك تقدم على الجرين كارد بنفسك. في نوع تأشيرة تاني اسمه ال O1A، ده مختلف شوية لأنه رغم إنه مش بيحتاج عرض شغل تقليدي، لكنه غالبا بيحتاج صاحب عمل أو يعني حد يعمل لك البيتيشن، حد يقدم بالنيابة عنك. وكمان اللي بيحصل على ال O1A ده بيحصل على وضع مؤقت مش إقامة دايمة. خلاص الكلام اللي أنا عايز أوصله لك من الفيديو ده إن نوع الفيزا ال EB2 NIW فرصة حقيقية للمهندسين اللي عندهم تأثير واضح ومش محتاجين كفيل هنا في أمريكا. بس النجاح فيه مش بس إنك تكون مهندس كويس، لازم تعرف إزاي تقدم نفسك صح وإزاي تبني الملف بتاعك على أساس قوي جدا. المعيار الحقيقي في 2026 دلوقتي بقى أصعب من زمان. إدارة خدمات المواطنة والهجرة ال USCIS دلوقتي بقت بتدقق أكتر وبتطلب إثباتات أكتر وإثباتات أوضح. عشان كده التخطيط المبكر مهم جدا جدا. لو حضرتك أو حضرتك مهندس أو مهندسة وعايز تعرف هل فعلا أنت ممكن تكون مؤهل لل NIW ولا لأ، أو ال NIW مناسبة ليك ولا لأ، لازم تبدأ بتقييم واقعي لشغلك. هل شغلك اللي أنت بتعمله ليه تأثير قابل للقياس على مستوى أمريكا ولا لأ؟ هل عندك أدلة موضوعية على إنجازاتك دي ولا لأ؟ بس لو الإجابة كانت لازم تبدأ تخطط من دلوقتي
دلوقتي إنك تمشي في هذا المسار اللي هو بعد كده هيفتح لك التقديم على الجرين كارد هنا في أمريكا. لو حضرتك شايف إن الفيديو ده فادك اشترك في القناة دلوقتي وفعل جرس التنبيهات عشان خاطر يوصلك كل جديد إحنا بننزله عن الهجرة والفيز الأمريكية، وتقدر تسيب لي في الكومنتات إيه تخصصك الهندسي بالظبط وممكن تعمل إيه بعد ما أنت تسمع الفيديو ده للنهاية. أنا عندي فيديوهات كتير هنا في القناة عن كل حاجة تقريبا تخص السفر والهجرة والمعيشة هنا في أمريكا. الفيديو ده هو اللي اليوتيوب مختاره ليك دلوقتي، ممكن يكون هو الفيديو المهم بالنسبة لك في الفترة اللي جاية. شكرا جدا 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 لمتابعتك واتمنى لك كل التوفيق.